الشخص اللي قدامك ده رابر امريكي اسمه ترافيس سكوت. المغني ده كان المفترض يوم 28 يوليو هيعمل حفلة في مصر، بالتحديد عند الاهرامات، وهيقوم من خلال الحفلة دي باطلاق البوم الجديد باسم يوتوبيا، واللي بالمناسبة يوتوبيا دي يعني المدينة الفاضلة، واللي اتعمل عنها روايات كتير. باختصار بتقتصر المدينة دي على عدد معين من الناس اللي هم صفوة الصفوة كده من الآخر. فمن اسم الألبوم كده تفتكر إن الموضوع له علاقة بالمليار الذهبي ونظرية المؤامرة؟ الله أعلم. المتعارف عن حفلات المغني ده إنها سيئة السمعة، يعني مليانة مخدرات وخمور وحاجات من دي كتير، والمعروف عنه هو شخصيا إن عنده انتماء كبير، فبالبلدي كده نقدر نقول انهم بيفتحوا فرع الجهنم على الارض في حفلاته. بس النهارده هنسلط الضوء على حفله واحده بس. الحفله دي كفيله تفهمك وتعرفك الدنيا ماشيه ازاي، اللي اتلقبت بحفله الشيطان، او بالاصح اللي منظم الحفله هو الشيطان نفسه. وعايز اقولك ان لحد النهارده محدش يعرف مين اللي منظم الحفله او الشركه المسؤوله عن كده. الموضوع بدا ببوسترات الحفله اللي كانت حرفيا مرعبه وغريبه. كان الديزاين معمول عباره عن وش الفنان بيخرج منه لهب وبيدخلوا جواه الاطفال كانه بياكلهم. ولما اتسالت الشركه اللي صممت الديزاين ده هو انتوا فعلا هتنفذوا الكلام ده على ارض الواقع، قالوا لهم لا يا جماعه، استحاله طبعا، دي مجرد بوسترات احنا عاملينها للحفله كنوع من الدعايه يعني. لحد هنا نقدر نقول ان الموضوع تمام. نيجي ليوم الحفله، الجمهور اتفاجئ ان ده فعلا هو التصميم والشكل اللي اتنفذ على ارض الواقع. الحفله كانت تذاكرها 50,000 تذكره، مع العلم ان المكان يشيل 10,000 بس، وبالتالي كان في اندفاع وتزاحم بشكل رهيب. حرفيا في ناس اتداس عليها بسبب التزاحم ده. وبعد ما الموضوع انتشر والفيديوهات بقت ترند في كل حتة على السوشيال ميديا، طلعت إدارة الأمن وقالت إن احنا جالنا تعليمات إن احنا ندخل كل الناس، فبالتالي ما كانش ليهم أي رد فعل تجاه التزاحم. أصل بصوا دول أجانب، فموضوع ان الحفله تفلت من ايديهم والتنظيم ما يبقاش قد كده دي ما بتحصلش كتير. بدات الحفله والجمهور استغرب من الموسيقى اللي كانت شغاله في البدايه. بعض الناس قالت ان المزيكا دي كانت بتحرك حاجه جواهم، تحس كده انهم مش في وعيهم، ودي بتسمى بالمخدرات الموسيقيه. انت ممكن يكون اللفظ جديد عليك وما سمعتهوش قبل كده، بس دي حاجه موجوده فعلا وبتتباع في الديب ويب كمان. بص ابسطها لك. دلوقتي انت عشان تنزل الجيم فبتسمع موسيقى حماسية بتديك باور، بتحس انك عايز تكسر المكان، او لو عايز تنام مثلا فبتسمع موسيقى هادية بتساعدك على ده. هو ده اللي حصل معاهم. اللي عايز اوصله لك ان الموسيقى فعلا قادرة انها تغير مودك 180 درجة. في عالم مهتم بالموضوع ده اسمه مايكل ماجينو، في لقاء ليه قال ان اجواء الحفلة واللي حصل فيها كانت بتهيئ الجمهور لفعل او لتصرفات غريبة، يعني بيعملوا حاجات مش في وعيهم. فمثلا عندك البوابات اللي كانت فعلا شكلها غريب، والاهتزازات والترددات والطبول اللي كانت خارجة من الموسيقى، والنيران اللي حوالين المسرح. كل دي حاجات بتحفز الشخص للجانب المظلم او الجانب الشيطاني اللي جواه، فبالتالي الانسان بيتصرف تصرفات غريبة ومش مفهومة. ده كمان قال ان ممكن الشخص يموت في حالة عدم تحمل الجسم للطاقة المظلمة دي، وده اللي حصل بالفعل في الحفلة. نرجع لموضوعنا. بعد ربع ساعة من بداية الحفلة وترافيس بيغني، واحد من الجمهور ظهرت عليه تشنجات غريبة وبشكل مستمر. الناس اللي حواليه قعدت تزعق لترافيس عشان يوقف الحفلة، وبدأت تنادي على الجهات المنظمة، ومحدش عمل حاجة. الشاب بدأت التشنجات تزيد معاه لحد ما مات، والحفلة لسه مستمرة. خد عندك المفاجأة الكبيرة، انه مات قدام المغني نفسه، وكان باين في الفيديو انه شايفه وهو بيموت، ومع ذلك مكمل غنى عادي. انت عارف يعني ايه حفلة تبقى شغالة وفي جثة ميتة على الارض والناس بترقص حواليها؟ كل الحاجات دي ما تلفتش انتباهك لحاجة؟ المشكلة ما وقفتش على كده، لا، بعدها 11 شاب حصل معاهم نفس اللي حصل مع الشخص اللي احنا لسه متكلمين عنه من شوية. 11 شاب جات لهم حالة التشنجات الغريبة دي. الناس بدأت تجيلها تشنجات من غير سبب وبدون اي هدف واضح وفي غموض تام. في ناس اتصلت بالاسعاف وبلغوهم باللي حصل. المفاجأة في الموضوع ان عربيات الاسعاف فعلا وصلت المكان، بس ما عرفتش تدخل من الناس. تخيل معايا كده، ما عرفتش تدخل ليه؟ مش بسبب التزاحم، لا، في ناس منعت عربيات الاسعاف انها تدخل بانهم طلعوا على العربيات وقعدوا يرقصوا عليها بطريقة هستيرية لحد ما كسروها. كل اللي حصل ده يخليك تقول ان الناس دي مش في وعيها،
تحس كده ان في حد بيتحكم فيهم. وترافيس كان شايف كل ده بيحصل قدامه ومع ذلك مكمل عادي، لحد ما الجماهير المرة دي بدأت تنادي وتشاور بشكل مبالغ فيه عشان يسمعهم. فترافيس ما كانش قدامه غير حل واحد، انه فعلا يوقف الحفلة. والناس كانت متخيلة او متوقعة ان خلاص الليلة خلصت على كده، ده في 11 جثة على الارض. بس هو ما عملش كده، هو قام قايل بالحرف الواحد: شيلوا الجثث اللي على الارض عشان نكمل. Make some motherfucking noise real quick, y'all. Stop the show! Stop the show! Cell phone flashlights in the air, y'all. والامن فعلا دخل وبدأ يشيل الجثث، وبعدها كمل عادي وكأن مفيش اي حاجة حصلت، وما كانش مهتم باي حاجة. وفعلا الحفلة تستمر بعدها لمدة ساعتين كاملين، وبعدها الموضوع انتشر والناس كلها بدأت تتكلم عنه، وبقى ترند في تويتر وترند في كل حتة على السوشيال ميديا. وال11 قتيل كان سنهم بيتراوح ما بين 9 سنين ل 28 سنة، يعني معنى كده ان كان في ما بينهم اطفال. بعدها ترافيس يطلع بفيديو يعبر عن حزنه ويقول ان هو هيتكفل بكل الناس اللي اتصابت وهيساعدهم على قد ما يقدر. لكن ده ما غيرش اي حاجة، بعدها تترفع عليه حوالي 280 قضية، واللي مازال حتى الآن في قضايا منهم شغالة. واتمنع انه يعمل حفلاته في دول كتير، منهم كمان دول أوروبية اللي هم بيسمحوا بأي حاجة، مع ذلك منعوه. لأن زي ما قلت لك في البداية، المعروف عن حفلاته انها سيئة السمعة. يعني انت بتلاقي في الحفلات مخدرات وخمور، ده غير كلام أغانيه اللي هي أصلا بتروج so we can help assist them through this tough time. You know, my fans like. وكمان بيبقى متواجد وسط الجمهور أطفال، وسط كل الأجواء اللي أنا حكيت لك عنها دي. وفي أول لقاء لترافيس بعد الحفلة سألوه عن اللي حصل في الحفلة، ورد عليهم رد مرعب وغريب. قال لهم إن أنا مش في إيدي إن أنا أوقف الحفلة، لو كنت وقفت الحفلة وقتها كانت حياتي أنا هتقف. فكل ده ليه؟ عايز اقول لك كمان ان انت دلوقتي لو جربت تبحث عن الفيديوهات بتاعة الحفلة فهتلاقيها بشكل ما اتمسحت كل الفيديوهات والصور اللي نزلت عن الحفلة دي وكأنها لم تكن. فبعد كل اللي سمعته ده ما لفتش انتباهك ان اختيار المكان الأهرامات بالتحديد دي حاجة غريبة شوية؟ وانا وانت عارفين ان الأهرامات رمز الجماعة اياهم، واحنا لسه من شوية قايلين انه بيروج لعبادة. ده كمان غير التغريدة اللي نزلها على تويتر في اعلانه عن الحفلة وكان عليها رمز العين، وانا وانت عارفين رمز العين ده معناه ايه. بس الحمد لله الحفلة اتلغت وما اتعملتش، وده طبعا بفضل الناس اللي كانت ضد الموضوع من البداية، اللي كانت بتشير وبتعمل كومنتات لحد ما صوتهم وصل للمسؤولين والحفلة ما اتعملتش. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو الحلقة عجبتك ما تنساش تظبط الدنيا وتحط حبشتكناتك، لايكاتك، اشتراكاتك وسلطاتك وتظبط الدنيا يعني. وبس كده، اشوفكم على خير.